البنت لما كانت بتتكلم في التليفون، الولد بيسرق منها التليفون وهو ماشي بالعربيه وبيكون فرحان انه سرق التليفون، بس لما بيبص على التليفون بيلاقي كان بيتكلم ظابط وبيقول له انت سرقت بنتي، وبيقول له لا استنى انت فاهم غلط، وبيقول له انا هجيبك، وبيقفل السكه في وشه وبيخاف وبيرجع للبنت، والبنت بتقول له مش معايا حاجه تانية تسرقها، وبيقول لها لا انا جاي ارجع لك تليفونك سامحيني، بتقول له انا عازمك النهارده تتعشى مع والدي، والولد بيخاف وبيقول لها معلش مش فاضي، وبتقول له لا مش بمزاجك، وبتقول له لما ما جيتش هقول له على الحقيقه، وقبل الميعاد بساعه الولد بيكون موجود عشان ما تقولش على اي حاجه، وبتقول له احنا اتعرفنا على بعض من 6 شهور وده حبيبي وناويين نتجوز، وبتقول له ده كمان ابو الولد اللي في بطني، الولد بيقول لها انت بتقولي ايه، وبابا بيتصدم لما بيعرف انها حامل، وبيقول لها سيبينا لوحدنا، وابو البنت بيقول له الورق ده فيها قانون، بيقول له السرقه عليها 5 سنين سجن، ده غير الواجب اللي هعمله معاك لو ما اتجوزتش بنتي هحبسك، وبيقول له انت ظابط فاسد وانا مش هلبس التهمه دي، والولد بيتصل بالبوليس بنفسه وبيقول انا عايز ابلغ عن نفسي، وبقول لهم في ظابط كمان عايز ابلغ عنه، بعد كده بتدخل بنته بتسقف له وبتقول له انت نجحت في الاختبار، وبيستغرب وبلا اختبار ايه، وبتقول له عملت لك اختبار عشان لو كنت وافقت على عرض ابويا كان زمانك محبوس، اما انت دلوقتي ما رضيتش بالحوار